السلام عليكم شباب وبنات. اليوم عندنا قصة محزنة وطويلة عن حياة بنت عراقية اسمها مريم. عاشت ظروف صعبة جدا بعد ما تزوج أبوها من مرة جديدة. هالقصة تحمل بين سطورها ألم، صبر وتحدي. إذا تحبون القصص الواقعية اللي تعلمنا دروس من الحياة، لا تنسون تكملون الفيديو للنهاية وتشاركونا آراءكم. مريم كانت بنت صغيرة عايشة ويا أبوها وأمها بحياة بسيطة، لكنها مليانة حب وحنية. أمها كانت أم حنونة، تهتم بيها وبأبوها بكل شيء، وتعلمها دايماً إنه الحياة مهما كانت صعبة، الإنسان لازم يصبر ويوقف بوجه التحديات. مريم كانت تحس بالأمان بوجود أمها وأبوها، وما كانت تتخيل يوم يصير شيء يفرقهم. لكن مثل ما تعرفون، الدنيا ما تبقى على حالها. بيوم من الأيام، أم مريم مرضت مرض قوي وما طولت بالحياة. مريم كانت صغيرة وما كانت تفهم ليش أمها راحت وخلتها وحيدة. أبوها حاول يعوضها ويكون الأم والأب بنفس الوقت، لكنه كان منهار من الداخل. مرت فترة على وفاة أمها، وبدأت مريم تتعود على غيابها، لكن الحزن كان دايماً ساكن بقلبها. بعد سنتين تقريباً، أبو مريم قرر يتزوج من واحدة جديدة اسمها سعاد. مريم بالبداية ما كانت مرتاحة للفكرة، لأن كل اللي تبيه هو أمها ترجع. لكن مع الوقت حاولت تتقبل الوضع. قالت: يمكن سعاد تكون طيبة وتحبني مثل ما كانت أمي تحبني. بس للأسف سعاد ما كانت مثل ما مريم توقعت. من أول ما دخلت سعاد للبيت، بدأت تتصرف بشكل قاسي ويا مريم. كانت تعاملها وكأنها ضيف ثقيل على قلبها. مريم كانت تحاول تبين حبها واحترامها لسعاد، بس ما كانت تاخذ غير التجاهل والمعاملة السيئة. حتى أبوها، اللي كان كل شيء بالنسبة إلها، صار مشغول دايماً وما يلاحظ اللي يصير. سعاد كانت تاخذ كل اهتمام أبو مريم لنفسها، وتخلي مريم على جنب. مريم كانت تحس إنه بيتها صار غريب عليها، ما تقدر تعيش براحه، وكل يوم يمر يصير الوضع أصعب. سعاد بدأت تستغل مريم، تطلب منها شغل البيت كله ودايماً تنتقدها. مرة تقول لها: ليش ما تعرفين تطبخين؟ ومرة: ليش ما تنظفين زين؟ مريم كانت تصمت وتتحمل، لأن ما كان عندها مكان تاني تروح له. كل هذا وأبوها ما كان يدري. كان يروح للشغل كل يوم، ويرجع بالليل مرهق وما عنده طاقة يسأل أو يفهم شنو اللي يصير. وسعاد كانت قدامه تتصرف وكأنها إنسانة طيبة وتهتم بمريم. مرت الأيام والوضع بقى على حاله. مريم كبرت وصارت تحس إن حياتها مو طبيعية مثل باقي الأطفال. كانت تروح للمدرسة وكل اللي ببالها هو شلون ترجع للبيت وتتحمل كلام سعاد وشغل البيت. حتى أصحابها بالمدرسة لاحظوا شلون هي متغيرة ومهمومة، لكن مريم كانت تخاف تحجي لأي أحد، لأنها تخاف تتسبب بمشاكل لأبوها. بيوم من الأيام، مريم ما قدرت تتحمل أكتر. بعد يوم طويل من العمل والشغل، انهارت بالبتشة بغرفتها. أبوها سمعها ودخل عليها، شافها منهارة وما فاهم شنو اللي يصير. سألها: شبيك مريم؟ ليش دايما مهمومة وحزينة؟ بهاللحظة، مريم قررت تكسر حاجز الصمت، وقالت لأبوها كل اللي صار من يوم ما دخلت سعاد لحياتهم. أبوها ما صدقه بالبداية، كان يظن إنه سعاد إنسانة طيبة وتهتم بيهم. بس بعد ما شاف شنو الألم اللي عيشته مريم، فهم إنه كل هالوقت كان غافل عن حقيقة مرة. قرر يواجه سعاد بكل شيء، ولما واجهها حاولت تنكر بالبداية، بس بعد ضغط كبير اعترفت بكل اللي سوته. أبو مريم كان في موقف صعب جداً. كان يحب سعاد، بس بنفس الوقت ما يقدر يشوف بنته تعاني بهالشكل. بعد تفكير طويل قرر يطلق سعاد وينهي هالعلاقة اللي جابت الألم لبنته الوحيدة. رجعت مريم تعيش ويا أبوها بروحهم، مثل الأيام اللي كانت ويا أمها. بس حتى لو الحياة رجعت شوية طبيعية، الألم اللي تركته سعاد كان باقي بقلب مريم. تعلمت إنه الدنيا ما تكون دايماً عادلة، بس الإنسان لازم يكون قوي ويتحمل الصعاب. وهي كانت قصتنا اليوم يا أصدقائي. قصة مريم تعلمنا شلون لازم نكون صابرين، حتى لو الظروف كانت ضدنا. إذا عجبتكم القصة، لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة حتى توصلكم كل القصص الجديدة. وشلون دايماً نقول: الحياة صعبة، بس إحنا أقوى. شكراً لمتابعتكم. مع السلامة.